صباح الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. اكله المصريين المفضله اول يوم رمضان طبعا يا جماعه كده بتبقى عباره عن محاشي وفراخ مشويه. النهارده بقى لو عايزه اقول لك كده هتعملي خلطه محشي خطيره. كل اللي يدق عندك صباع ان شاء الله كده هبصي مش هيحرم ياكله من ايديكي تاني بصراحه. وفراخ مشويه بقى باسرع واجمل طريقه، حاجه كده ايه فاخر من الاخر. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طريقتنا النهارده سهله وبسيطه جدا جدا، واكتبوا له كده في الكومنتات فطرتوا ايه النهارده. ده فطارنا المتواضع يا جماعه. طبعا شوربه اللسان عصفور ده معايا في كل حاجه. اول حاجه نسمي بالله، معايا 3 بصلات حلوين كبار كده ماشي، ومعلقتين 3 زبده او سمنه وشويه زيت كده، وتبلي البصلايه. اول ما تبدا تصفر معاكي كده كويس، عندك طماطم خير وبركه، ما عندكيش انا طلعت بقى كيسين صلصه من كانوا عندي في الفريزر اللي انا عاملاها معاكم، وقمت سايباها زي ما انتم شايفين. اسيبها على نار هاديه لغايه لما تفك خالص ونبدا نحيقها. حيقتها بمكعبين من المرقه، شويه شطه شويه ملح وفلفل وكمون وشويه ملح، وسبتها كده لغايه لما بصوا نشفت خالص زي ما انتم شايفين. بحب اغسل الرز يا جماعه وبعد كده احطه على الصلصه بتاعتي واديله تقليبتين كده، بيبقى ليه شنه بصراحه غير اي حاجه تاني، غير لما بتحطيه كله ني في ني كده. تمام زي ما انتم شايفين، يا دوبك بس يغلي غلوتين كده على النار، يشرب الميه بتاعته وبيبقى خطير. اول ما يتشرب معايا هبقى غاسله شبت وكزبره وبقدونس. انا جايبه ما شاء الله 5 ربط كده، وقمت بصوا مقطعاها كده وحطيتهم كلهم ما شاء الله. هو بصراحه المحشي المصري كده عباره عن ايه؟ عن شمخه. الشمخه بتيجي من البصل والخضره زي ما انتم شايفين كده. خلاص الخلطه بتاعتي بقت جاهزه جدا. تمام، جبت كرومبايه كده ما شاء الله بصوا مدوره كده، ولازم تجيبيها كده تكون مدوره وتكون فاضيه من النص كده اهوت، وتكون في نفس الوقت الورق بتاعها ناعم. سمي الله، ونبدا نجيب السكينه ونقورها كده اهوت، نطلع الراس زي ما انتم شايفين كده اهوت. ما شاء الله هي كانت فريش كده وطازه، وكان الورق بتاعها بيطلع زي ما انتم شايفين لوحده. تمام، قورتها كويس جدا، وهبدا اسلك كده الورق زي ما انتم شايفين ورقه ورقه كده لغايه لما تتسلك معايا خالص، وتبدا الجزء اللي هو في القلب في الاخر ده بيتحط في الحله لوحده. طبعا انا هنا حاطه حله ميه كبيره على النار، حاطه فيها معلقتين من الملح ماشي، ومعلقه كمون، وده اختياري خالص زي ما انتم شايفين. هحط كميه زي ما انتم شايفين كده اهوت، ويمين وشمال كده كده يا بنات. الكرنب بتاع الشتاء ما بياخدش غلوه واحده على النار، يعني اغليه غلوه واحده بس وقلبي على طول الناحيه التانيه، وبعد كده طلعي. زي ما انت شايفه ما شاء الله ما بياخدش سوا خالص معايا، وكان معايا في منتهى الجمال والحلاوه اللهم بارك. زي ما انت شايفين خلاص كده اهوت اتسلقت معايا. نطلع بقى واخلص كل الكميه مش الباقيه معايا يعني. والورق الاخضر ما بيترميش، انا بحطه كده زي طبق من فوق وزي القاع من التحت. يعني الورق الاخضر اللي هو بيترمي انا ما برميهوش، يعني ما برميش اي حاجه من الكرنبايه. نسمي الله ونقطع بقى الكرنب بالطريقه العاديه جدا جدا، بطريقه ست الحبايب. زي ما انتم شايفين مسكت كده الورقه وقطعتها 5 زي ما انتم شايفين، وعلى قد صباع. انا بصراحه بحب الصباع بتاعي يكون ايه صغير كده وحلو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. طبعا هنا زي ما انت عايزه وزي ما ذوقك يقول لك، يعني انت حابه صباع عريض رفيع زي ما انت عايزه خالص. طب ما شاء الله انا كده خلصت الكميه، ما خدتش معايا وقت خالص زي ما انتم شايفين كده تمام كده خلصت الكرنب. نعمل بقى ايه بقى كده؟ نجيب الحله اللي هنحشي فيها على طول. ما شاء الله كده كميه المحشي بتاعتي اللهم بارك. الكرنبايه كانت حلوه جدا جدا، وبص ما هدرتش ولا ورقيه. انا جبت الحله اللي انا كنت عامله فيها الخلطه من غير غسيل ومن غير اي حاجه. بصراحه الحله بتاعتي دي فال وما بتلزقش فيها المحشي ولا اي حاجه، بس انا بحب اول طبقه من تحت ما تبقاش واخده لون خالص. زي ما انتم شايفين احط الورق كده ونسمي الله، وزي ما انتم شايفين كده الصوابع بقى بصوا الصوابع كده ايه مدلعه ما شاء الله بأبسط واجمل طريقه. الطريقه دي حلوه جدا جدا. لو مش عارفه تلف على صوابعك ممكن تلفي على طبق، مفيش اي مشكله، انت وراحتك يا ست البنات، ما توقفيش نفسك على حاجه. وكنت جايبه فلفل طبعا كده، المحشي اصلا عندي اساسه فلفل. تمام، خلصت كده وبرص في الحله اللي انا هشتغل فيها كده على طول زي ما انتم شايفين. اخلص كل الكميه كده، وما تكتريش في الاكل قوي، لان بصراحه الاكل لما بيبات في رمضان ما بيبقاش حلو صراحه. انا عندي ان انت تعملي حلتين، النهارده حله وبكره حله، غير لما تبقى عامله حله كبيره قوي وتيجي تاني يوم تسخنيها. زي ما انت شايفه انا ما شاء الله عملت حلتين. الشوربه كانت عندي جاهزه كده، طالما الشوربه عندي في التلاجة ما بشيلش هم المحشي خالص. زودته، وهجيب برده الورق الاخضر وهقوم عامله زي غطا كده من فوق كده. عايزه اقول لك ان مفيش رزايه بتنزل من الكرنب وما شاء الله ولا بيطلع يمين ولا شمال ولا اي حاجه. ده بديل الطبق يا جماعه. زي ما انتم شايفين اغطيه بقى واسيبه على النار ياخد ويدي بشكل ودي. نعمل تتبيله الفراخ، 3 طماطمات كده مبشورين وبصلتين مبشورين كده وهحطهم كده على طول في الصينيه بتاعتي اللي انا هشتغل بيها. التوابل بقى عندي عباره عن معلقه ملح كبيره ومعلقه فلفل اسود، وطبعا ورق اللوري في الفراخ ده حاجه اساسيه، وشويه كزبره ورشه كمون.
فقط لا غير. قلبت كويس جدا جدا كل الحاجات دي في قلب بعضها كده، بحيث ان البصل بتاعي ينزل الميه. وبعد كده معايا فرخه بيضه وزنها كان 2 كيلو وشويه كده، يعني مش كبيره قوي، وقمت مقطعاها غسلاها كويس جدا ومقطعاها ل5 تمام. وبعد كده دعكت كل حاجه وبدات ان انا اسمي الله واقلبها كويس جدا كده، واحشيها كدهوت من جوه زي ما انتوا شايفين. خلص كل كميه الفراخ كده زي ما انتوا شايفين كدهوت، حاجه بجد تحفه. صينيه الفراخ دي خطيره، كانت ريحتها جايبه اخر الشارع حرفيا. سهله وبسيطه جدا ومفيش ابسط من كده، بس بجد تختلف جدا. ويا سلام لو نقعتها ساعتين كده قبل ما تشتغلي بيها، مش قادره اقولك بتبقى بجد طعمها في حته تانية خالص تمام. خلصت كده اهوت وقمت مدخلاها الفرن على طول من الاول للاخر، ما خدتش وقت معايا خالص، بس بجد طلعت خطيره. هتشوف الشكل في الاخر كده. خلاص خلصنا ما شاء الله. حطها في الفرن بقى لغايه لما تخلص خالص. وكده يا جماعه خلاص جاء وقت الفطار. دلوقتي حاليا الساعه دلوقتي 6:15 بالظبط. خلاص المحشي بتاعي زي ما انتوا شايفين حاجه كده ايه في قلبك. تعالوا نسمي الله بقى ونفضيه كده اهوت في الطبق اللي احنا هنغرف فيه على طول. وعملت شويه لسان عصفور كده وشويه مخلل بقى، وطبعا التمر والصوبيا والتمر بالبلح والحاجات دي اساسيه اول يوم. ما شاء الله يا جماعه. ودي كانت سفرتنا البسيطه جدا جدا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولايك وكومنت وشير. بحبكم في الله، وما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها ايه.